السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنقدم أكلة بس مش بسيطة. بمناسبة الموسم قلنا نعمل أكلة كده نفرح بيها العيال. هنعمل محشي بتنجان وكوسة وفلفل وورق عنب، وهنعمل بطاية وحتتين فراخ. الأول أنا بعمل البتنجان، بقور البتنجان يا جماعة، وأكون محضرة مية فيها ملح أحط فيها البتنجان علشان المرار اللي في البتنجان دوت بيبقى طعمه وحش، يعني بيبقى طعمه مش كويس في المحشي. فبحطه بنقعه في حوالي نص ساعة كده بمية بملح. وأور الكوسة. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة الموسم. ربنا يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بخير يا رب. وبنعمل شكل كويس كده، شكل حلو كده في الكوسة بالمقورة من ورا، بيديها شكل جمالي حلو. يا جماعة لما نيجي نقور الكوسة مش لازم نجيبها على الآخر كده، لا، أسيب فيها حبة لحم كده من جوه عشان يبقى لها طعم. يعني اما انا بشوف ناس جايبينها على فاضل يعني حتة صغيرة كده في الكوساية، لا، لازم اسيبها بيبقى لها لحم كده، يبقى للكوسة شخصية كده مع المحشي، يعني احس بطعم الكوسة. وبرضك ما اسيبها مش تبقى كبيرة قوي. بس بسم الله ما شاء الله بيبقى شكل الكوسة كده جميل. وهعمل برضك 3 فلفلات. يعني انا بعمل محاشي، بس من كل حاجة عينات كده. يعني 3 فلفلات، نص كيلو بتنجان او كيلو الا ربع، كيلو كوسة كده. المهم ان هي مجموعة وخلاص. انا عندي تسبيكة المحشي ديت شايلها في الفريزر من التخزينات اللي انا عاملاها، التفريزات اللي انا عاملاها. هحطها على الرز. طبعا هي معلهاش توابل، هحط عليها التوابل بتاعتها، هقلبها واشوفها لو محتاجة تاني احط عليها التوابل بتاعتها: فلفل اسمر وكزبرة ناشفة وملح وبصل بودر وتوم بودر. وعندي توابل اللي هي ال7 بهارات احطها، والتوابل اللي انت عاوزاها تحطيها، بس برضك بكميات بسيطة، يعني ما كترش توابل كتير علشان يبان طعم المحشي. وهقلبه كويس، وحط له طبعا السمنه بتاعته فيه، وحط له حبه زيت وكده. وهحشيه كويس، بسيب حوالي من كل مثلا في البتنجانية او الكوسايه بسيب حوالي نص سنتي كده، ما بملهاش للاخر. اسيب حوالي نص سنتي واحشي اللي بعده. محشي البتنجان دوت من الحاجات الحلوه قوي، هو والكوسه والفلفل وكده. بس انا عندي ولادي ما بياكلوش مثلا الكوسه ولا الفلفل ولا البتنجان، فبعمل لهم حبه محشي ورق عنب بردك شويه صغيرين. انا بعمل كل حاجه في حله لوحديها، محشي البتنجان في حله لوحده، ومحشي الكوسه في حله لوحده، حتى لو هو كميه صغيره. هو هنا حوالي كيلو وربع كوسه، حطيتهم في الحله دي، واحط معاهم الفلفل، الفلفلايه دي بس. وبردك البتنجان هحط معاهم بردك الفلفلتين في حلل صغيره كده. وهعمل بردك حبه محشي ورق عنب، اقفله كويس كده اهو. انا بقى هعمل معاهم البطه الحلوه دي، عشان تفكرنا كده بالمواسم اللي كانت بتعملها لنا امهاتنا زمان كده. لازم في الموسم يبقى فيها، إذا كنا بنقوله زفر، فيها بطه، وزه، اي حاجه من دي. وبرضك هعملها بطريقه امي. بعد ما هغسلها كويس قوي هحطها على النار اشفشفها زي ما كانوا بيقولوا، لو فيها ريش ولا فيها اي حاجه صغيره ديت بتطلع. هعمل البطه ديت بطريقه البط الدمياطي. طريقة جميلة يا جماعة، لو تجربوها والله ما هتبطلوا تعملوا البط. بتبقى البطة زي العسل كده جميلة. حطيت بصل، قطعته، انت قطعيه طرنشات، قطعيه بالمبشرة، قطعيه بايدك زي ما تقطعيه. وحطيت عليها حبهان، وحطيت لورا، وحطيت حبة جوز الطيب. وهقلبها تقليبة كده. وبس البطل معايا هوريهولكوا دلوقتي، البطل في الطبخة دي هوريهولكوا دلوقتي. هحط معاهم حبة بعد ما اقلبها كده تقليبتين حلوين، معايا حبة زبيب نقعهم في حبة مية. هو زبيب يعني حبة زبيب كانوا مركونين عندي كده حطيتهم، بس هو لازم البط الدمياطي بتحط له زبيب.
وقلبه كده تقلبتين كده معاها. وطبعا انا متبله الحاجات دي، واجيب البطه واعمل لها مساج كده من قدام كده ومن جسمها كله كده، ادعكه كده حلو بالتتبيله وبفلفل اسمر وملح وكده. وهجيب الحشوه اللي انا حطيتها دي جميله والله يا جماعه، لو تجربوها في منتهى الجمال. احطها كده كلها جوه الايه، جوه البطه. بس البطه يعني الغلبانه ده اهي، وانا بخليها كده من فوق علشان احط بين الجلد واللحم، اتقطعت مني بس هعالجها دلوقتي يعني. حطيت انا الحشوه دي كلها جوه، ودعكت بردك البطه من بره ومن جوه وكتفتها. الحته دي قلت بدل ما اخيطها بحاجه، حطيت فيها الراس وحطيت فيها الزور بتاع البطه، وقفلت بيها البطه كده من تحت. من قدام كده كان الراجل فاتحها، ما عملهاش كويس يعني، قطعها. فجيت انا مدبساها فوق بخله كده علشان ما تطلعش الحشو من جواه. وحطيت الميه بتاعتها، حطيت طماطم وبصل وقرن فلفل. وانا المفروض بحط جزر، بس انا ما عنديش جزر فما حطيتش جزر. وحطيت الملح وحطيت فلفل اسمر، وهحط لورا وحبهان. ودي الميه بتاعتها اسيبها لما تغلي واجي ساقطه فيها البط اهي. هي الحله ضيقه شويه بس هتيجي معاها يعني. وهغطيها واسيبها لحد ما تطيب. حطيت لورا وحبهان معاها، بيخلوا لها طعم حلو، بيخلي للشرب طعم حلو. ودوت المحشي ورق العنب، هحطه على النار، واحط كل اكل كده على النار وانا واقفه، مش هياخد ثواني. ودي الكوسه بسيب يا جماعه، بحط حوالي ايه يعني 3/4 الحله ميه كده في الكوسه والبتنجان، واغطي ورق العنب بطبق ما بيقعدش وقت، وبعد كده اوطي عليه. وقطعت فوق ورق العنب من فوق توم وليمون شرايح كده. والبط استوى، جيت حط عليها حبة صلصة وحبة سكر، او حبة عسل اسود، حبة عسل نحل كده. واحط حبة زيت، وادعك البطة بالمكونات دهيا كويس، واحطها عليها كده وهدخلها الفرن. بسم الله ما شاء الله. كنت هخلع الحاجات ديت، الزور وكده، لكن قلت خليه احسن. ودعكتها كويس وهدخلها الفرن، هتمر في الفرن، هيبقى شكلها جميل. الطريقه دي جميله برضك في تحمير الطير يا جماعه، بتديله طعم جميل. كان عندي حبه ملوخيه، قلت بقى اعمله موسم بقى، كل سنه وانتم طيبين. قلت ما اعمل حبه الملوخيه دول كمان معايا بسرعه كده. وديت الطشه دي طشه الملوخيه يا جماعه، فيها كزبره ناشفه وتوم اهي. بسم الله ما شاء الله. تصفر كده واحطها فوق الايه، الملوخيه. ربنا يعيد علينا وعليكم الايام دي بخير يا رب. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك واعجاب بالقناه. بسم الله ما شاء الله. البطه اهيت هنعمل لها افتتاح يا جماعه. بصوا، انا ما عرفتش اقطعها فاستعنت بصديق. بسم الله ما شاء الله. دي البطه من جوه يا جماعه، الحشوه بتاعتها ديت من جوه. الحشوه دي تاني بصل شوحته وحطيت عليه حبهان ولورا وفلفل اسمر وملح. وحطيت حبة الزبيب بردك وشوحتهم، ومليت بيه البطة كده من جوه. بسم الله ما شاء الله. وده كان الموسم بتاعنا يا جماعة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله.